ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. بما اننا بقى لسه في مجموعة المخبوزات ولسه الجو برد ومحتاجين ندفي البيت كتير، فانا جايه لكم النهارده بعجينة تقدروا تسموها العجينة السحرية، العجينة الشقية. المهم ان احنا هنعمل منها اكتر من شكل واكتر من صنف. هنقدر كمان نحشيها حشوات كتيرة قوي زي ما احنا حابين، يعني هنخترع فيها كده. هنعمل منها الميني كرواسون، ونقدر نحشيه جبنة، نقدر نحشيه لانشون، نقدر نحشيه كمان بيبروني. هنعمل كمان منها الكعك المدور المضفر القمر ده. وهنعمل كمان منها الميني بيتزا، هنعمل منها اشكال كتيرة وحشوات اكتر كمان. عجينة سهلة قوي وبتتعجن بكل سهولة، مكوناتها كمان موجودة في كل بيت، يعني عجينة شقية شاملة اقتصادية. نقدر كمان من المخبوزات اللي هتطلع من العجينة دي نحتفظ بيها في الفريزر ونطلعها في وجبة فطار، في وجبة عشاء، وجبة سناكس، نسخنها في الميكروويف ونطلعها وناكلها وهتكون كأنها لسه معمولة حالا. اعملوا لايك للفيديو، يلا نبتدي ونقول بسم الله. اول حاجة هحتاجها من مكونات العجينة وهي 4 كوبايات كبار من الدقيق، ودقيق مخبوزات هعديه على منخل، ودي خطوة مهمة جدا. هضيف كمان على الدقيق معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين من الحليب البودر. هضيف كمان رشة ملح وربع كوباية من السكر. هقلب كل المكونات دي مع بعض، وبعدين هكسر عليهم بيضة. هرب البيضة وهقلبها في الدقيق لحد ما البيضة تختفي تماما. هضيف عليه كوباية وربع من اللبن الساخن، وعشان كده انا قلتلك عايزة البيضة تختفي تماما في الدقيق. يعني اللبن مش سخن قوي ومش بارد، اكتر من درجة الدفيان بشوية. هقلب كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده هبتدي ألمها بإيدي وأشربها كل المكونات أشربها كلها ببعضها كده. معايا بقى ربع كوباية من الزبدة، وتقدري تستخدمي بدلها سمنة عادي جدا، مفيش أي مشكلة. المهم إن هي تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني أنا مش هسيحها على النار ولا تكون لسه خارجة من التلاجة ومتماسكة معايا، أنا عايزاها بدرجة حرارة الغرفة. هبتدي بقى ألم العجينة بتاعتي بالزبدة واحدة واحدة كده، ولو حسيت إن هي لسه بتلزق أو مش عايزة تتلم معايا سايلة كده، هابتدي أضيف دقيق بالتدريج، يعني مثلا معلقة معلقة لحد ما العجينة تلم معايا وتبقى طرية خالص. أنا أخدت معايا حوالي 4 كوبايات دقيق، وضفت عليها ربع كوباية كمان بالتدريج لحد ما لمت معايا وبقت بالشكل ده. العجينة طرية جدا معايا وزي الملبن بالظبط. بتشد بتمط، لما اجي امطها كده بتكون عاملة زي اللبنة بالظبط. شايفين عاملة ازاي؟ طرية جدا وناعمة جدا جدا وبتمط معايا بكل سهولة. هدهن البولة بتاعتي طبقة من الزيت خفيفة جدا، وهضيف فيها العجينة وهغطيها بالاسترتش وبفوطة كمان، وهسيبها تختمر براحتها. وقت التخمير عشان احنا في الشتاء اخد معايا حوالي ساعة ونص. اول حاجة هبتدي اجهزها وهو الميني كرواسون، وانا كنت حابة احشيه جبنة. تقدري تحشيه لانشون، تقدري تحشيه بريوني، تقدري تحشيه بسطرمة كمان، تقدري تحشيه جبنة تشيدر، جبنة موتزاريلا، اي حشوة متاحة عندك واي حشوة انت حباها تقدري تحشيه بيها. العجينة بتاعتي كده اختمرت، وهبتدي في التشكيل فيها. انا اخدت العجينة بتاعتي على السطح اللي هبتدي افرد عليه، وهقسمها على 4 كور.
يعني 4 قطع، وكل قطعة هابتدي أكورها، وهابتدي بقى أشكل بالكور دي 4 أشكال. العجينة طرية جدا ومش محتاجة تتغطى، مش بتنشف، بتفضل محتفظة بطراوتها، رغم ان احنا في الشتاء لا بتجمد ولا بتنشف ولا حتى بتربي طبقة قشرة من فوق لحد ما اخلص اللي قبليها. اخدت اول كورة وهبتدي افردها بطبقة رفيعة جدا جدا، يعني انا عايزة الطبقة بتاعتها رفيعة، هي هتتفرد معاكي بكل سهولة ومش هتتقطع اطلاقا. بعد ما عملت اول دايرة عملت منها 4 مثلثات، كل مثلث قسمته على 3. ده الميني كرواسون بتاعي السادة، اللي ممكن بعد كده ازينه بالنوتيلا او بالشوكليت، او لو حابة اخليه سادة زي ما هو. دي تاني عجينة وهبتدي برضو اعملها زي الاولانية، هبتدي افردها دايرة رقيقة جدا وقسمتها 4 مثلثات، كل مثلث على هقسم منه 3 مثلثات، وهبتدي احط الحشو بتاع الجبنة على الطرف من فوق التخين، واقفل الاطراف وابتدي الفها زي رول بالشكل ده. العجينة سهلة جدا وبتتشكل معايا ومش بتتقطع اطلاقا، وطرية جدا جدا، سلسة في ايدي وانا بشكلها. يعني انت هتحس ان الموضوع ممتع بالنسبة لك وانت شغالة فيها. المهم قوي ان انا لما اضيف الحشو اقفل الاطراف كويس، علشان في الفرن ما تخرجش من الاطراف، الحشوة نفسها ما تخرجش من الاطراف. بصوا العجينة بتمط ازاي وانا بفردها او بشكلها، حلوة جدا. الدايرة دي بقى انا هفردها على شكل طولي كده، وهقطع منها زي شرايط، شرايط بطول العجينة كده، وهبتدي الفها زي رول رفيع، يعني زي مثلا البقسماطة كده، رفيعة جدا كده. وبعد ما لفيت الشريطين هاخدهم على بعض وهبتدي اعملهم زي شكل الضفيرة. يعني انتوا ركزوا في الشكل اكتر، ممكن اكون مش عارفة اشرح قوي او اوضح شرح قوي، بس لما تركزوا في الشكل هتلاقوها سهلة جدا وهتقدروا تطبقوها بكل سهولة. هلفها حلزوني كده على بعض او شكل ضفيرة كده، وبعدين اقفل الدايرة. هبتدي اعمل واحدة تاني معاكم، وركزوا في دي شوية. بعد ما قطعتها شرايط طويلة كده هبتدي برضو ابرم الشريطة بالشكل ده، والتانية كمان. ما تحاوليش تتخني الشرايط، لان العجينة هتخمر معاكي، فما تبقاش ملامحها تضيع، يعني ملامح الشكل اللي انت عاملاه لو العجينة تخينة قوي هتضيع معاكي لما تختمر وتستوي، لان طبعا في الفرن الحجم بتاعها هيتضاعف. فحاولوا بقدر الامكان يكون التشكيل رفيع وفي نفس الوقت العجينة تكون رقيقة. دي هقسمها بقى نصين لان هي كانت طويلة جدا بصراحة.
متهيألي دي مش محتاجة اي حشو، مش هتنفع تتحشي اصلا. انا حبيت بس اوريكم اكتر من شكل واكتر من طريقة تعملي بيها التشكيل. ده شكل تالت اهو. لفيت فردت العجينة بشكل طولي وقسمتها نصين، وكل نص هبتدي اعمل له شرايط كده رفيعة من على الطرف اللي في نص العجينة. دي هحشيها جبنة برضو، ممكن تحشيها اي حشوة تاني انت حبيها، عجوة مثلا، جبنة تشيدر، جبنة موتزاريلا، جبنة كريمي، ممكن جدا اي حشوة بقى انت حبيها. وهبتدي الفها بالشكل ده، هتديني الشكل القمر ده. بس كده انا كنت خلصت تشكيل العجين، والفرن بتاعي ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، رف في النص 20 دقيقة بالظبط من الشعلة اللي تحت، وبعد كده هفتح الشعلة اللي فوق 10 دقايق بالظبط. خرجت وبقت شكلها قمر كده. وعايزة اقول لكم ان هي قبل ما تدخل الفرن انا كنت دهناها بيض وحليب وفانيليا، يعني بيضاية ومعلقتين حليب ورشة فانيليا. دهنت وش العجين ودخلتها الفرن على طول. بعد ما خرجت من الفرن بفوطة مندية كده او مبلولة، هغطي المخبوزات بتاعي علشان احتفظ بيها طرية وتفضل طرية لأطول وقت. دي العجينة الرابعة، قسمتها كده زي كور صغيرة وابتديت افردها زي ميني بيتزا، وضفت عليها كاتشب، زيتون، جبنة موتزاريلا، جبنة تشيدر، وهبتدي برضو ادخلها الفرن. بس كده ده كان شكل المخبوزات بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن، بمكونات بسيطة جدا قدرنا نعمل اكتر من شكل وعملنا اكتر من صنف وكمية حلوة جدا من المخبوزات. حقيقي طعمها حلو جدا وريحتها كانت قلب البيت، وكفاية الدفى اللي كانت عاملاه في البيت. عايزة اقول لكم ان سر اللمعان واللون الحلو اللي بيكون على المخبوزات من فوق هي طبقة البيض اللي دهناها من فوق الوش، والفانيليا بتضيع يا جماعة اي ريحة زفارة في البيض اطلاقا. يلا بقى جربوها ووروني تطبيقاتكم في البيج على الفيسبوك، واكتبوا لي في الكومنتات رأيكم فيها ايه. ولو اول مرة تنوريني في القناة اهلا وسهلا بيكي، نورتيني. ما تنسيش الاشتراك، ومتابعين الحلوين ما تنسوش اللايك الجميل عشان الفيديو ده يستاهل لايكات كتيرة 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 كتير. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، واشوفكم على خير يا رب. باي باي.